كنتواصلوا مع السي مصطفى صاحبنا. بعد مده اكتشف باللي الزوجه ديالو عندها تواصل مع بحال الا كيبغي يقول لنا بان لي داك التواصل اللي عندها مع شي حد من باب الخيانه. وحنا كنا قلنا له باللي هذا الامر هذا مجرد هاتف ما عندوش شي اثبات، ما عنده حتى وعيات ودار، ما عنده حتى شي دليل ولا شي اثبات. لحقيتاش خصو يشد داك الاثبات يكون متثبت منه. و احنا كنا قلنا له دي في داك الاوان يمكن نفكروا معاك، يمكن حنا كنتواصل معنا، يعني كان بزاف الامور اللي ممكن انك تبين، وحتى الا كنتي تنبيه ديالك حيت بدا تيتكلم بدون اثبات. الكلام ديالو قدام الزوجه ديالو تيولي كلام يعني. على كل حال دابا هو تصرف هذا الاخ بواحد التصرف بتسرع وما عندوش اثبات. على كل حال هذا ما كان واخا غادي نسمعوا السي مصطفى. مرحبا بك السي مصطفى من جديد. بارك الله عليك السي مصطفى، شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك. مرحبا شكرا، الله يجازيك بخير. شكرا على مرحبا التواصل ديالك خويا. مرحبا سيدي، تفضل. سي مصطفى كما قلت لك اليوم انا وقفت على الخدمه بوعد ديال الراحه تزامنا مع هذه العطله. اييه. واللي كاين هو ديك البنيه الصغيره بقات مع عمتها ما بغاش تمشي. ودابا بلاتي انا ما فهمت والو. راه ملي كنمشي ليا الخيط راه ما كنفهم والو. سي مصطفى فين نعم. خليناها البارح؟ هاكاك فين خليناها البارح نتايا؟ خلينا ملي عيطات ديك السيده السيده اللي كبدات، السيده اللي قلتي كتبشت كاع وشنو شافت وكذا، والناس المعارف كتقولها ودي السيده واش راه الله تبارك وتعالى. المره الاولى قلتي لا راه ماشي هكا، دابا شنو كاين؟ لا راه غير عندها شي حسيفه هكذا. دابا بلاتي باش نفكروا لنا، هاد المره اللي عيطت لك مؤخرا اش قالت لك بالضبط بالحرف؟ قالت لي انا اللي عيطت عليها السي مصطفى. اي حيت انت اللي عيطت عليها باش تبين من انا اللي هزيت داك النيميرو اللي عيطت ملي سمعت ديك الهضره بيناتهم. حيت هو دابا غير باش يفهموا الناس، دابا انت ملي كنتي في الدار سمعتي واحد الهضره قالتها خايبه على مراتك. وقلتي ويلي هاد المراه كتعاير هاد انا مزيان ملي عيطت عليا انت. بقات كتشرح لي شي كلام راه كذا، راه ما تتنعش، راه هادي راه تتعيط، راه تتصور، راه فالمهم انا راه غادي نتابعك وبيناتكم. واش كتعرفي هادي؟ قالت لك صافي تنقول لك واحد القضيه. قلت لها دابا هاد الكلام هذا الا دوز لك شي واحد دابا انت في هذا الحاله بغيتي تتابع انت السيده اللي قالت لمراتك داك الشيء؟ السيده هي قلت لها وبيناتكم ديك الساعه بقات كتشوف. قلت لها دابا هاد الكلام اللي قلتي لي واش قادره تواجهي به شي واحد من العائله انا باش يثيقوني؟ قالت لي اللي بغيتي نواجه اللي بغيتي. انا صيفط داك النيميرو ديال التليفون لواحد الاخت ديالي. لا داكشي اللي كنقول لكم ها انتم عاوتاني شي حاجه اخرى زايده. دابا شنو هادشي؟ لا عافاك تواصلي معاها وشوفي واش داكشي اللي غتقول لك هو اللي ودابا مادام بلاتي الله يرحم لك الوالدين السي مصطفى، اسمح لي زعما بعين العقل. هاني السي مصطفى هاني. دابا هاد السيده الا كانت كتقول على مراتك هذا الكلام الخايب واللي دفعك انت تعيط ليها وقلت لها بواحد السياق اللي بحال نقول بحال حسيفه ولا غيره ولا شي حاجه بحال هكا ياك؟ في هذه الحاله هذه ما عرفش يعني هاد السيده ما تقدرش تعتد بالكلام ديالها. لحقيتاش بعدا في الاصل تقدر تاخذوا من باب زعما فهمتش الناس ولا هذا، ولكن ما زعما باش تعتمدوا زعما كنت في هذا الكلام زعما ما عرفت. حيت الا غتعتمد كلام وحده خصها تكون بعدا واحد الانسانه مستقمه وعلى هدى غاديه. ما وحده كتعاير وكتقول لك انا فعلا انا ويا ولا راه كنعرف مراتك تدير وتتفعل وانا تندير وتنفعل. ما عرفت. تكون اللي دخل لي الشك السي مصطفى انا
باش عرفت انا اني هذه تكون 70% راه غير شي حاجه بيناتهم بأخرى، تكون شي حسيفه بيناتهم وهادشي باين، لان هي مادام كتكلم ماشي من باب الصدفه، لا تكون هاد السيده كتعرف العائله ديالها. مازالكم قالت لي واش انت راجل فلان انت وما عارفاش سميتها هي براسها، نقول يمكن هادشي تلاقاو غير في التليفون، ولكن هي كتسمي بالسميات ماشي سميه وحده ولا جوج ولا يعني هذه بحال الا كتاكل معاهم على طبله وحده. لا ولكن راه هادشي باش قلت لك انا هادي هادشي اللي خلى لي انا الشك هو كون كانت شي سيده يعني بعيده ما عارفاش كاع الاصل ديال هاد الناس، واخا كاع تكون مفروض راه غير الطريقه باش تكلمت مع مراتك، الطريقه اللي زعما صعيب تعيط ليها زعما وتولي يولي كلامها زعما واحد عنده واحد الاثر عندك، واللي كتولي كتصدقوا وتقول لا حكا فعلا هاد السيده مادام كتعرف راه هي عارفه المراه اش كتسوى وحتى هي راه عارفه اش كتسوى وداك الشيء، حيت هو في الاصل على خلاف. عرفت انا يمكن نكون غلط الله اعلم ما عرفتش. لا هي هذيك مصطفى، لان انا شكون اللي كيشجعني على هذه القضيه هو علاش هاد السيده عارفه الاسماء ديالهم كاملين. يمكن تكون على ممكن تكون عارفه الاسماء ديالهم كاملين، مازال وحده تعيط من برا تكون كيما بغات تكون، ويني ما تسمي ما والو، تقول لك اودي هاد السيده اللي عندكم ها ما كدير يا ودي الله يديك راه قالت لك هاد الشيء نزل عليا، ياش هاد الشيء كل لقيت انا نموت، كل لقيت انا كذا وكترعد. ثلاثه ما قلتها لها شنو قالت لي، واش هاد الشيء كاين راه غادي نقابلكم انا بجوج، انا ما غاديش نبقى ساكت. السيده صافي بقات كترعد، قالت لك راه فوق شويه كتحلف فيا، راه قالت لي والله ما نخليك تعيشي مع ولادك. قلت لها انا ما داخل في هادشي، ديك الساعه ملي كانت كتحلف فيك قوليها لي، ماشي حتى لو تحلفات فيا. ممكن هادشي يقدر يكون غير زعما علاش انت هي حيت انت راجلها صمام امان وثقه، علاش ما غاديش تقول لك؟ هي قلت لها ملي شتي هكا هادشي راه عيب. واش كاين شي تصور؟ لا ما كاين لا تصور لا ولا. قول لك ان هاد السيده كتحلف فيا، هادشي اللي داير بيناتهم اللي ما بغاش تقول. بحكم يمكن الليل استغلوه بقاو كيدو كيما قلتي يا سي مصطفى دوك الجروبات ودوك كذا. واحد نهار يقدر ما تعجبوش صافي كل واحد بغا يشريها الاخر، ولا انا هادشي اللي كنقول، ولكن انا هادشي تاثر فيا واخا كيما بغا يكون. ما عرفتش واحد الدار اللي هي فيها المعقول، فيها هادي، فيها الناس ناويين الخير، بغاو يعيشوا مزيان، بغاو كذا. انت اللي بدات تسمع بحال هذا الكلام مصطفى ما غاديش يعجبك الحال كاع، ولو كاع ما يكون والو. يعيط شي واحد يقول لك ودي تخاصمنا على شي حاجه ما يذكرش هذا الشيء بغض النظر واش كاين ولا ما كاينش. هما ملي كتسمع بحال هكا راه ما غاديش يعجبك الحال كاع. سي مصطفى حتى هي ما عجبهاش الحال، دات واحد الحاله كترعد. اش قالت لك؟ قالت لي شتي شنو انا غادي نهز ولادي. قلت لها ودي ما غادي تهزي لا ولادك لا والو. قلت لها الا كان هذا الشيء ثابت راه ماشي ديالك بعدا، راه غادي نشدهم انا. لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي جات هي بحال الا زدتي لها كاع. كدعيتها الله مشات كتجري القران. قلت لها لا والو. قلت لها ما تقيسيش القران ما تحلفيليش قدامه، هذاك راه قالت لي يمسوا الى المطهرون. يا على ايدها. قلت لها ما تقيسيش في هذا الوقت، ماشي غير اللي يحفظ شي حاجه ويكحل القران. دابا المشكله هو الحسيفه ولا داكشي اللي بينها وبين الاخرى، زدتي انت كملتي عليها اكثر من الاخرى كاع. قلت لها ما بقيتش كنشوف انا سي مصطفى، لان انا ما بيا ما عليا حتى تدخل للدار وبقى تسمع هذا الشيء، راه ما تبغيش حتى في الزنقه اللي هو فيها. ولكن راه كاين شي حاجه، شوف لا ولكن كاين شي حاجه سميتها ضبط النفس، راه ماشي اي حاجه سمعتيها على المراه ديالك ولا اي حاجه صافي تجي تكب عليها داك السم كامل، صعيب الحال. وفوق هذا الشيء سي مصطفى تبارك الله المسلمين عندنا عبر، الشائعات كتقدر تطرى لشحال من واحد صعيب الحال. مصطفى كتقول لك انا راه كاين الله، راه كاين الله. هاد السيده دعيتها الله، قالت لي بغات تفرقني مع ولادي ولا اني ما نسمح لهاش. قلت لها داكشي بيناتكم دابا. لا ولكن واش الطريقه في نظرك سليمه زعما تشد واخا سي مصطفى غير دابا انا كاين الا قال لي شي واحد هاد القضيه وباح لي هكا يسامح لي واخا دابا انت حط معايا هادشي هكا دايره وحده
قاريه في مراتك حسيفه، ما نخليش لك شوفه، ما نخليكش تعيشي هانيه مع الولد، عندها خلاف ولا عندها شوف الله اعلم بعلامات الحق شنو اللي خلاها تقول هذا الشيء لمراتك. ولكن واش انت في هذه الحاله غادي تخلي مراتك وتزيد وتقول لها داك الشيء بيناتكم؟ اختي مصطفى كون لقيتهم انا راه غادي نلاقيهم بجوج. لا دابا شوف، غادي نمشيو للقانون ديك الساعه وغادي تشوف واش بصح ولا ماشي بصح. لا دابا انا ما تنهضرش على بصح وماشي بصح، انا كنتكلم غير واش عقلك كيقدر يتقبل وحده قاريه في مراتك حسيفه الله اعلم، انا ما عارفش السبب علاش وانت ما عارفش السبب علاش، وغتجي انت وتخلي مراتك وتزيد، زعما هذه قضيه بيناتكم تفكوا بيناتكم، ما عرفتش. الا بقيت ساكت سي مصطفى، الا كان داك الشيء بصح ولا ماشي بصح، ماشي كنقول لك سكوت، ماشي كنقول لك سكوت انايا، غير زعما واش هذا سبب باش تزيد وتخلي زعما مراتك منها؟ انا ما زدتش سي مصطفى، راه بقيت كنتحمل كل شيء، انا راه كليت العصانه. ماشي النفقه، انا ما تنتكلمش على النفقه زعما. لا انا عانيت سي مصطفى. اشنو اللي عانيتي؟ هذا الشيء اللي راه عانيت منه، ما عمري كنت كنخمم واحد النهار غنطيح في هذا الشيء وفي هذا المشكل. انا راه ما بقيتش كنفكر كاع، كاين واحد غادي يدير اكثر مني انا وكيعرف هو لا طلعت ولا نزلت، هذا الكلام ما يجيش عندي للدار. كاين اللي كاع يقدر كيقولك انا ما كنعرفش هذا الشيء، ما كنعرف، خليت مراه خصها تصون دوك الدراري وتقابلهم وهذا اللي كاين. باش انا عاد نجي انا عيان بالخدمه وعاد نبقى نسمع لا وهذه عيطات وقالت واش نتيقه واش ما نتيقاش، واش انت اللي حليتي الباب لهاد الناس، انت اللي عرفتي شنو تدخلي عندك في التليفون. هذا هو اللي بقى فيا انا، الا جينا نتبعوا هذا الشيء راه ما غاديش نساليو. انت غادي تجي من تماره وتجي من الخدمه وعاد بقى تسنى واش عندك الصح انتيا ولا كذبات عليك ولا. هذه ما نرافقهاش انا كاع، لا في التليفون ولا مباشره ولا. التليفون ديالي راه بحال المرايه، راه انا اللي نتحكم فيه. انا سي مصطفى كقريتها انا ما. اسمح لي وبغيت نسولك وغادي تجاوبني عافاك بمنتهى هذا، واش ما عمرك كاين غير الصراحه سي مصطفى؟ واش هاد السيده ديالك واخا هاد السيده ديالك واش ما عمرك شتي ولا بان لك عليها باللي مثلا باين عندها الفلوس مثلا غير داكشي اللي كتعطيها، او لا واش ما عمرك سولتي في هذوك التحويلات الماليه مثلا وكالات تحويل الاموال؟ لا مصطفى ما عندهاش علاقه بالابناك، ما كتخرجش كاع ما كتجيش. وراه هذا هو الاثر اللي خصك تقلب عليه، واش كاين ولا ما كاينش؟ لا اش الفلوس ما عندهاش، ما الا عطيتيها شي حاجه نيت كتبينها كتصرفها كصافي، ماشي هي اللي كاع مقابل هذا الشيء تصرفوا هذا الشيء. لا انا ما تنتكلمش على المقضيه ديال الدار والقفه وداك الشيء، انا كنتكلم غير واش ما كتلاحظش ان عندها شي حاجه زايده على داك الشيء اللي كتعطيها نتايا، مثلا شتي شي حاجه شريتها زايده، درت شي حاجه زايده؟ لا سي مصطفى لا. واش عرفتي علاش سولتك انا هذا السؤال؟ راه عرفتها سي مصطفى. قول لي علاش. يمكن على حسب هادشي ديال الجروبات، هادشي التيك توك، هادشي دابا حيت كاينين يمكن بحال كاين بنات مثلا ولا سيدات ولا هذا كيديروا نقدروا نقولوا كتشاطي، كاين سيدات كيشاطيو وكيديروا داكشي بالكاميرا بالفيديو بالشاط، ما كاينش تصاور ولا شي حاجه مع اشخاص مثلا في مجموعات ولا خارج المغرب كاع بعض المرات غالبا تيقدروا يكونوا بداو يصيفطوا لهم الفلوس وداكشي. هادشي بس خليني نسولك انا هذا السؤال، ربما داكشي ما عندهاش دليل، هي داكشي باش ما عندهاش دليل هي الاخرى. لا والو. داكشي انا خممت فيه ما كاينش لا والو. وانتيا هذاك الشيء اللي قالت لك قال لي ايام اللي تواصلت مع الاخت ديالي لا تواصلي معها انت مع مراه يقدر غادي تجبدي منها شي حاجه. قالت لها لا التليفون راه ما بقاش عندي، راه تهرس. لان الميساجات اللي كانت قالت لي حل الواتساب تصيفط ليا راه غير دوك الميساجات فاش دابزو كانوا كيتعايروا بالميساجات الدايره غدا غادي نوريك غدا غادي كذا. الاخرى ملي عرفتها سخنات عرفات الا يمكن غادي تكذب عليها راه غادي تغرقها، يمكن بقات كتزوق فيها على مراتك. اش ملي
هي ملي شديت انا قلت لها علاش كتزوقي فيها؟ راه قالت لي راه غادي حيت بيني وبينك ود السي مصطفى، هذه راه اعراض ديال الناس. يعني اللي غيقول شي حاجه راه خصو دليل، حيت راه ما تنساش هادشي ماشي مجرد اقوال عاديه، حيت راه فيها اسره غادي تفكك والاعراض ديال الناس داكشي. الا غتقول لك شو داكشي دابا هي صعيب. واحد كانت في واحد المرتبه ورفعت ما لا حول ولا قوه الا بالله. انت فتحتي الاخت ديالك واش تقال عليك داكشي؟ انا معاك. ملي تواصلت معها اول مره ديك السيده تواصلت معها بواحد النمره عاد درتها جديده باش ما تبرزنيش في التالي ديالي. وعاولت انا غير نكمل نحيدها. هاد الضربه الاولى قالت لي عافاك اعطيني النمره اللي فيها الواتساب ديالك باش نصيفط لك وصيفط لي واحد التصويره ديالك انت. وعلاش؟ ما عرفتش انا والله ما فهمت. واش انا دابا اللي بغيتي ولا المراه ولا شنو؟ ولا ما كتقلبي شي نهار تهز هذيك التصويره تقول لي عشتي هذاك الراجل اللي كتعني به وهاني جبتو انايا ها هو عندي معايا بان هذاك الشيء اللي قالت لها يمكننيش. قالت لها والله ما نخليك ترتاحي والله. راه هادشي اللي غالبا غيكون، لان دابا انت اللي حليتي مشيتي تحليتي هذا الباب غتقول لي عشتي هذاك الراجل باش كتفتخري راه هو معايا وعندي في جيبي وفوق تما بغيتو غنلقاه انا. يلا والله سي مصطفى الا هكا قالت لي واش عندك شي تصويره تما كيما بغات تكون ديال من داك ديالك؟ قلت لها واش من علاقه عندي بك انا باش نصيفط لك انا انا عيطت عليك على المشكل اش بغيتي بيا انا؟ وراه هادشي يدل بعدا ما زعما كدليل بان داك الشيء ما منه والو بيني وبينك. دليل بانه هادشي في الحقيقه ما منه، لانه احنا ما نقدروش لا نزكي على الله احد وما نقدروش ما نزكيوش الزوجه ديالك ولا، ولكن غير حيت انت كنتي كتشك وجات واحد السيده عندها مشكل مع المراه ديالك وغتعاود ليك وفي نفس الوقت كتطالبك المراه بتصور، انت صعيب انك داكشي تاخذه بمحمل الجد وتولي انت كاع فاتح الاخت ديالك في هذا الشيء ويكبر من هذه القضيه. ما وها انت مشيتي كاع المشكله هو ان فتحتي الاخت ديالك حتى هي دخل ليها داك الشيء كامل. يلاه كتولي دابا. حيت دابا انا نقول لك واحد القضيه، علاش كل اللي كيشوف هذيك المراه دابا انت حيت راجلها، اختك حيت لوستها والسلام. اما يعني كما كنقولوا هذيك السيده جات شعلات العافيه بيناتكم وزادت. هذه هي الحقيقه. سي مصطفى داكشي اللي زعما حيت داكشي في الاصل اللي بغات توصل ليه راه وصلت لك انت باش بدلات لك حقيقه يعني كيفاش كتشوف في مراتك. وللاسف راك عارف كتمشي للاخت اللي هي اللوسه وداكشي حتى هي راه غادي تولي مسانداك وتولي فعلا داكشي اللي بغات هي راه وصلت ليه، ديال انها قالت لي ما نخليكش نعم اخويا في هذا الوقت فاش كنهضر معاك دابا بحال الا شديتي شي ورقه ولا شي كتاب وقلبتيه على ظهره يعني داك العامل ديال الثقه ما بقاش من هذيك الساعه راه ما بقاش وما عمرو غادي يرجع. ما عمرو غادي يرجع سي مصطفى. صعيب والله العلي العظيم. كنشوف التليفون اللي هي ديالها عمري حطيت عليه حتى صبعي ولا عرفت واش من ماركه هذا. تعطو غير في الواتساب زعما في الشومبر نيت. هذاك ما كيعطيك حتى شي دليل داكشي. انا كيف زعما هادشي اللي عاودتي لي الى حدود دابا ما عطاتك حتى شي حاجه زعما مفيده باش تكون انت فكره خايبه على مرة. هادشي دابا الاثار ديالو كبير على النفسيه ديالي انا. ولكن داكشي باش كنت كنفكر وعلي ماشي هو ديال هاد الساعه. هي شوف دابا هي انت لقات لك كما كنقولوا لقاتك الفريخ قرب يطير لك وزادت فاش عيطات لك كاع طيراتو لك كثر. هادشي اللي فهمت انايا. دابا في الاول فاش كنتي كتشوف مراتك نتايا ديما معطله بالليل ومثلا البنات ما كينعسوش حدا البنت والولد ما كينعسوش حداها وهي مخشيه في قنت اخر وكتبقى سهرانه بالليل بدا كيطير لك الفريخ. وسمح لي بهذه العباره لانه لقيت بالليل هذا معليش يا مصطفى راه عارف شنو كتقول عارف ولكن هذه حتى هي زادت كملات لك كاع داكشي اللي بقى صافي. هذه بحال الا دارت الخاتمه زعما ملي كترد الهضره اللور كتقول كيفاش حنا ويني علاش
الى حدود الان ما حتى شي اثبات ما كاين، حتى شي دليل. وديك الزوجه ديالك بما انه بدات كترجف وكترعد صافي راه تتبين بان هي دايره داك الشيء. ماشي علاش قالت لك انا ما رضيتش، قالت لك لان هذه شكون اللي غادي يثيقها وشكون اللي ما غاديش يثيقها. شوف اش من ورع في هذه واش من عدل في هذه اللي سمعتيها اول كلمه بعدا سمعتيها عايرات مرات. كلمه خايبه. بمعنى هذه ما تقدر لا تثيق فيها ولا تقرب منها ولا حتى شي حاجه. ثاني حاجه دابا نحطوا راسنا حنا في بلاصه هذه الزوجه ديالك. هذه واحد الزوجه ديالك عوض ما تحل المشكل بينك وبينها ولات كتشوف بانه كاينه وحده طرف رئيسي وصلت داكشي اللي كانت كتقول لها راه وصلت ليه. اش ولا كيبان لمراتك؟ كيبان لها داك الكلام اللي كانت تقول لها ديال ما نخليكش هانيه مع ولادك وقفات عليه هي وصلات. هو المشكل اللي طرا دروك مهيئ باش دغيا تنفر المراه وتقول لي تقول ودي اذا هذا الشيء اللي كنت كنشك فيه اذا هو راه بصح نيت هذا الشيء اللي كاين. معاناة السي مصطفى والله. دابا هادشي كيلعب على العقل على النفسيه. لا ولكن راه انا كنتمنى ما تخليش هاد السيده تعمق لك الجرح ديالك اخاي زعما صدقني. السيده ما بقات معنا ما عندنا معها حتى شي علاقه. ولكن هي زعزعات لك النفسيه ديالك. ولكن الاستقرار ديال الدار ما بقاش. بحال الا دارت لك القنبول وهي تزيد. ولكن علاش انت عاودت انت راه خصك تكون واحد الانسان قوي. ما قديتش اسي مصطفى ما ولكن ضروري لان انا ما ولفتش هادشي وما عمري ولفت ما تظلمش هاد المراه هادي ما تظلمهاش. بلاتي نحيي بعدا واحد جوج الناس هما معنا تو تنسمعوا الناس سي يوسف فلاح وتنحيوا برحال هادو طبعا من الاصدقاء ديالنا العزاز اللي في اسره البرنامج حتى هما وكيقولوا لي من خلال رسالتهم فعلا السي مصطفى هذا الشيء اللي قلتي لهاد الاخر هو اللي كاين. انا معك اخويا سي مصطفى. انا كنعاود لك شنو عندي لداخل دابا. حتى انا كنقول لك داكشي اللي في قلبي والله ما كنت نقول سي مصطفى شي مرات كنمشي كنقول غادي نبدل نعاود صفحه جديده انت والمراه وغادي ننسى هذا الشيء وكنبقى نتعامل مزيان. واحد المره كانت تزير كانت تقبض صافي معها وهي كتلاحظها فيا دغيا تقول لي مالك قول اش بغيتي يكون. انا ما كنكر ما والو. عرفتي بحال اش طاري لك دابا نتايا؟ عرفتي بحال اش طاري لك؟ بحال داك اللي كيجمع الجرح وما كيخيطوش وما كيعقموش وكتخليه معفن وكتخيط عليه بحال هكاك. تخيل معايا دابا هذه القضيه واحد كتحل الجرح وهذا هو مسدود بعدا وكن غير ما تعقموش وتخليه انت كتسدو بحال هكاك ما معفن ما معقم ما حتى شي حاجه يعني ما غيبراش يعني شي خطرات كنمشي يومين 3 ايام حتى السيمانه. كيف كنمشي مزيان مرتاح كندير بحال نسيت بحال انا غير كنتناسى وشي مرات عاوتاني كيرجع لي داك الشيء نيت للراس كامل نقول هذا الشيء راه بصح زعما صديقي السي مصطفى بصدق انا نقول لك واحد الفكره. من بعد ما كان كل شيء في يدك وكتحكم فيه وشكيتي في الزوجه ديالك كان عليك الطريط لان حتى يكون عندك شي حاجه كتبين منها وتكون عندك شي اثبات ودليل في يديك مادي عاد تكلم. انت للاسف وليتي كتكلم ولات هضره قدام هضره وفي التالي يا اخي جات واحد السيده اللي زادت قالت لك بانه كدير وكتفعل بلا دليل لا والو وليتي كتولى تقول اعطيني الدليل اعطيني انت الدليل اعطيني الدليل. وشكون اللي قال لك انت هذيك المراه بانه تعطيك الدليل؟ ما شكون اللي قال لك بان هي اللي كتستفز بعدا المراه ديالك حيت تكون ربما تقدر تجبد منها ولا الله اعلم ما تعرف تبقى تعنفها كاع ولا تبقى تستفزها ولا تطلب منها كاع الفلوس. يعني في الاول كان عليك الطريط اخويا حتى يكون عندك الدليل. انا كنت كنقول لها سي مصطفى واحد الفكره اللي طاحت ليا. واش انت حارس ليلي؟ ياك ما هاد السيده هادي هي اللي كانت كتبتزها كاع كتقول لها خرجي معايا لا
ويمكن ما بغاتش وقالت لها وصافي غادي تدفع عليك. ممكن غير كنقول ممكن. شوف شتي انا اللي بقى انا اللي ضرني الحال، وانت حارس ليلي وانا كنعرف الحراس الليليين عندهم واحد الودنين يا خويا علاه كيسمعوا. حيت انا شحال مره كنكون جاي للدار، كنكون داخل الدار كيتلقاوني شحال من حارس ليلي كيقدر ينبهني انا لشحال من فكره، اولا كيقدر يفكرني في شي قصه، لان كنعرفهم شديدي الاستماع الاخوان ديالنا الحراس الليليين، وداك الاستماع عندهم ماشي عادي، استماع كبير عندهم. حيت دابا مصطفى نعم واخا سي مصطفى اسمح لي نعم قلت لك كانوا فايتين دايزين قضايا دازوا عندنا في البرنامج من دون شك غتكون فايت لك سمعتي. يعني كان ممكن زعما كنت طريتي ولا تسترجع كاع داكشي دازوا عندنا حالات كثيره ديال شحال من مرة كما كنقولوا كتحفر المراه اخرى باش تخسر لها سعدها، باش تخيب لها هذاك. انا سي مصطفى هذه القضيه ربطها غير بهذه القضيه اللي دازت غير بحراء في البرنامج ديال هذه السيده اللي في مكناس. كنقول شوف هذه السيده الزوج ديالها ما كاينش كاع، كاين في ارض الغربه. وشوف كيفاش خرجت امراه عفيفه ونقيه. وكنقول شوف انا القيصر ديالي اليوم. دابا انا شرحت لك علاش قبيله انت مسبقا كان عندك شك وما عندكش اثبات ودليل، وجات هذه حتى هي كملات لك داكشي اللي بقى. وراه قلت لك ودي شكون من قال بانه هاد السيده دابا بما انها انت تتواصل معاك وتقول لك راه تدير وتتفعل وكذا، غتكون بنفس الطريقه كتواصل معها هي وكتستفزها كاع، غتقول لها شوفي تعطيني كذا ولا الله اعلم، ولا باغيه تجلبها هي لديك الطريق، ولا الله اعلم بعلامات الحق. انا كنتمنى انه زعما هذا الشيء تفاداه بما انه ما عندك شي دليل، وتعيش على هدى من الله واطمئنان القلب والسكينه ديال القلب ديالك. وشوف وحاول ما امكن حتى داك العمل بالليل، حاول. انا ماشي تنقول لك تفرط في خدمتك، ولكن حاول دير شويه ديال التوازن. حاول شويه الا قدرتي مثلا اسبوع بالليل اسبوع بالنهار، ولا مثلا يكون عندك واحد يومين في الاسبوع ولا شي حاجه تهرس بها داك. حتى هاد الخدمه ديال الليل راه بيني وبينك كتجلب الاضطراب، كتجلب الانسان كيتخلق ليه واحد نمط الايقاع ديالو، واحد الديكالاج كبير في الحياه ديالو ما بين الزوج والزوجه والوليدات. وهادشي تنقول لك يا اخي راه ماشي ما تنقولوش لك من راسي ولا شي حاجه، تنقول لك عن سابق تعايش. راه ما دقيت هذا الباب ديال الام فيم تعرف شنو كاين. الله يحفظك اخويا مصطفى. والله سي مصطفى نعم انا كنت كان نستمع، ما عمري دوزت شي حلقه. نعم وما ما نكذبش عليك ما عمري قلت واحد النهار غادي نهضر انا. نعم ولكن الحمد لله كاع يمكن هذا مكتب باش نتواصلوا مع الصوت ديالك. يا خويا مصطفى هي ما شاء الله. انا كنتمنى تفكر مزيان وباش حنا نسمعوا صوتكم. احنا الحمد لله حنا في الراديو ديما كاينين، ولكن كتبنا الحمد لله نسمع الصوت ديالك. غير عافاك الله يعطيك الستر. اشنو عازم دابا انت؟ واشنو ناوي؟ شنو عازم وفاش كتفكر فاش سي مصطفى والله الا قلت لك شي حاجه غنكون غير كنكذب. وشنو اشنو بان لك نسمعوا للناس شنو يقدروا يقولوا لنا؟ بغيت نسمع الناس شنو يقولوا لي. الله يجازيكم بخير. الله يرحم لك الوالدين سي مصطفى. حيت دابا فاش قبل ما نعيو اسمح لينا واخا نقولوا واحد الحاجه شويه ما عرفتوش السر بيننا وبينك، واخا نقولوها للناس واخا سي مصطفى. حيت فاش بينا نوجدوا راسنا نعيط نتواصلوا معاك قلتي لنا انا باش نفكني هذا المشكل حيت انت كنتي غادي في الطريق، ما عرفتش واش ناوي عازم دير شي حاجه شنو؟ يا سي مصطفى فكرنا نشوفوا باش نلقاو حل لهذا الشيء صافي. غادي عندها للدار؟ كنقول شي مره ما غاديش نكمل صافي. واش غادي عندها للدار نتايا؟ اييه. اش بان ليك؟ هذا اقتراح ملي تكون انت وياها في الدار تعيطوا ليا بجوج. ما يمكنش سي مصطفى. علاش؟ لا انا ما بينت لهمش كاع واش هضرت انا ولا. ولكن راه ما تنساش الهدف ديالنا حنا راه نبيل من وراء هاد التعييط هذه. حتى حنا ولكن حتى حنا راه واضحين معاك، لانه دابا كيما قلت لك انا في نهايه المطاف مراتك ما عندك عليها حتى شي حاجه اللي تخليك انت تنفرها ولا تحافيها. حاول ما امكن اخويا تشوف لك شي من هذه الضائقه، يمكن تستعن بشي. شوف يقدر يكون كاع على حالات طب نفسي. واش انت على يسكن في دارهم دار الوالدين؟ دار الوالدين سي مصطفى. دابا هي في دار والديها؟ دابا هي عند واحد العائله ديالها بعاد.
بعاد. وشحال هادي دابا ما بقيتش في الدار معاك؟ هادي شي 25 يوم. واخيرا الحاجه طرات معاها. البنيه الصغيره كاينه معاها بزاف، قالت لي عمتها خليها عندي، قلت لها هي عندك حتى نشوفوا شنو. واخا وشنو هو التعامل؟ واش ملي كتجي للدار مثلا ما كتكلمهاش ولا ما كتشوف فيها ولا شنو؟ لا ما كنقدرش والو السي مصطفى. عينيك في عينيها ما كيجيوش؟ لا والو، حيت انا كنت سايق بزاف. وهي واش تصدمات وصافي ولا ما حاولتش ما تعطيك شي مبرر لداكشي اللي كيطرا ولا شنو؟ ما فهمتش. من الله هادشي راه ديال الله، ما عندي من ندير. بحال الا ما رضاتش من دابا انا اللي شويه تيقلق في هادشي كله، يمكن تكون مراتك كيبان ليها بحال انت ما شادش فيها كاع، ما عندكش لاش. حيت دابا واخا في الاول راه هي كتلمس هاد القضيه ديال في الاول ما يمكنش تحاول زعما السي مصطفى زعما تعطيني واحد سميتو اخر تصيفط لك هكا في الواتساب جمعه مباركه، هذه راجب هكا دخول شهر راجب، هذه الصباح ما كنشوفش في داك الشيء كاع. مراتك عندي واحد الصوره مكتوبه صافي، هي اللي كنصيفط انا. ما خصكش تكون ولا قوه الا بالله هذا، ولا ما خصكش تكون دار، حيت هي باش نكونوا الصراحه اش نقول لك، ما كتنعسش مع الاولاد داكشي ما لان كل ولد ولا كل بنت يكون عنده واحد المكان مستقل به. كاين دابا راه خص واحد القضيه بعدا مع هاد الجفاف هذا اللي كاين راه، ومع واحد العدد التغيرات دابا في المناخ وداك الشيء، حنا راه كنعرفوا بلادنا دابا تبارك الله واحد العدد ديال الفيروسات دابا كيتشكاو منهم الاباء بالنسبه للوليدات، خاصه فيروسات كثيره يعني بالنسبه للابناء دابا والاطفال، والاضرار الصحيه اللي كيلقاوها. هادشي مصطفى كله مزيان. هاد راه تعزلوا ولا نعسوا ولا كذا، ولكن ملي كتخرج شي حاجه من موراهم كيتضرب داكشي كله في الصفر. كتقول صافي راه ماشي العزيل ولا كتمشي انت نيشان لذاك الهدف اللي خططتي وداكشي اللي نويتي وداكشي. انا تنتاسف بزاف السي مصطفى باش نكون معك صريح، قبل ما نخلي بزاف الله يعطيك الخير. مرحبا. انا كنتاسف بزاف لحاجه وحده. اولا تيكون ما كنزكيش هاد المراه، راه يقدر يكون ولكن يقدر ما يكونش. ثاني حاجه هاد الشيء للاسف الا جينا نشوفه من واحد الناحيه صعيب. دابا انا اللي كنلقاو اللي وليت الخيط هو انه تنخاف انه تعسر هاد القضيه. الا كانت بقات على هاد القضيه ديال تجي هي وكتشوف فيها بنظره ما بغيتيش تنسى، يقدر الله يستر زعما صعيب يعني. من ما كيكونش الدليل وداك الشيء من الانسان من الافضل انه كمسلمين الانسان خصو يحسن الظن، ما خصوش يفتح الباب للشك. الشك فهمتنا عند الشرطه وعندهم الحق، علاش كيشكوا؟ باش يوصلوا للحقيقه. ولكن طالما ان هذه السيده هذه ما كايناش شي حاجه اللي كتدينها، احسن الظن بزوجتك صديقي، لان ان بعد الظن اثم. ما غاديش نكذب اليوم زعما، انا ماشي تنقول لك في ساعات حسن الظن بها. كاين شي حوايج دارتهم هاد السيده ملي جات راه الله يعمرها سلعه. والله راه زعما كانت زعما واحد الانسانه اللي زعما ماشي ما نقدرش نقول لك صابر واللي بغيتي. ايوا ولا تنساو الفضل بينكم. الحمد لله ملي كتفكر في هذا الشيء. والله السي مصطفى هذا الشيء اللي كاين. وتا الا كاع هاد السيده مثلا بليه بالصهير مثلا، حيت راه كاين. شوف انا نقول لك واحد القضيه، كاين الفراغ بعض المرات اللي كيكون عند بزاف ديال النساء. وشوف هذا الشيء راه كنلاحظوه. كنقدر مثلا تلقى امراه كتبقى سهرانه حتى للجوج 3 د الليل وكتفيق مع ولادها الصباح، راه هي اللي مجوجه ماشي. خاصه مثلا النساء اللي كيكونوا الرجال ديالهم خدامين بالليل، كتفيق سيدي مع ولادها، كتفطرهم، كتلبسهم، كتصيفطهم من المدرسه، كترجع تنعس. علاش؟ لان الفراغ كاين. هادشي كاين السي مصطفى،
كترجع اسيدي تنعس. الفراغ كاين اشنو ملي كترجع تنعس كتفيق مع 12 د النهار. ملي كتفيق مع 12 د النهار ما يمكن ليهاش تنعس مع ولادها في 9 ولا في 10 د الليل، كتولي ناعسه حتى للجوج 3. اذا هذاك الشيء كيقدر يتيح لها هذه الامكانيه ديال الادمان على الانترنت. وراك عارف للاسف هذا الادمان على الانترنت خاصه بعد لي جروب وانتشار. انا نقول لك واحد انتشار واحد الظاهره دابا ولات كنلقاوها عبر وسائل التواصل ديال بزاف لي جروب كيديروهم بزاف ديال النساء. شوفي بغيتي الراجل ديريه تحت صباطك ها كيديري ليه وكتفعلي ليه، الراجل ما باقيش تسوقي ليه، الراجل يعني هادشي كنلقاوه هنا. هادشي ملي كنبداو ندوروا عبر وسائل التواصل كاين. يقدر يكون هي كتخشى في وسط هذا العالم هذا الافتراضي بواحد الشكل اللي هو سلبي. انا في نظري حاول احسن بعد الظن بالزوجه ديالك، وحاول تلقى انت والمراه ديالك الصياغه باش تعيشوا مزيان. يا انت شويه نقص من الليل، يا حاول مثلا هي تدير ليها ولا تديروا شي حاجه انت وهي باش ما تبقاش تعيش لان الليل، شوف الليل يا اخي والفراغ راه صعاب. الليل ملي ما كيكونش الزوج حدا الزوجه وتا هي الا ركبها الفراغ كيخربقوا الانسان الحياه ديالو. سي مصطفى انا اللي بقى فيا حتى شويه ديك البنيه الصغيره كتقول لي عافاك ما تفرقاش، عافاك ما تفرقاش. هذه هي اللي كتكرر، واخا صغيره كتكررها. ما عارفاش هي شنو كاين، ولكن كتقول لي عافاك حقاش كانت كتسمع الصداع شوف الابناء راه تيتاثروا، والابناء راه تيحسوا، صغار كانوا ولا كبار تيحسوا تيعرفوا تيدركوا وتيميزوا. واش انت في هذا المشي اللي مشيتي واش كتحس بانه مذنبه وما قدرتش تواجهك، ولا شنو الاحساس اللي عندك؟ لا سي مصطفى انا عارف بان انا اللي بحال الا قصحتي فبالتالي ما تقدرش بحال اللي قلتي ما تقدرش تصبر كاع. دابا انا اللي صعيب دابا كثر بزاف. دابا اللي صعيب وخايب باش تي هاد المراه هادي واخا تجي كاع للدار ياك، وإلا كنتي كتشوف فيها شوفها ناقصه راه غادي تزيد، ما غتزيدي لا تآذى. وما يمكنش تكون الحياه متوازنه وسعيده بيناتكم طالما انه ولا تحوز لك هاد المراه ولا هي تحوزك عندها وما كاينش شي حاجه. واخا يكون كاع سيدي ما يكون والو ولا ما كاين حتى شي في قلبك تنجيتها، خصك تبذل مجهود تجلس معاها. يا قالت لك انا ما غاديش نعيش بالشك. قلت انا شاهد عليا الله. دابا انت فوقاش كتدخل للدار؟ الانسان يشك. فوقاش كتدخل للدار نتايا؟ واش الدار عندنا؟ ديالك دارك بيت الزوجيه فوقاش؟ 8 ونص. بعدا ديجا 25 كيلومتر كاينه ديال الطريق. كاينه هذيك خصك تديها وتردها هي 50 كيلومتر. زيد سيدي نعطيوها سيدي نص ساعه بعدا ديال الترونسبور، نص ساعه كاينه تعطلتي ساعه. زيد سيدي ساعه، زيد سيدي ساعه وربع، ساعه وثلث، ساعه ونص كاع سيدي. فوقاش كتفطر؟ كنوصل نيت كنفطر. واخا سيدي زيد 8 تلقى الفطور موجود ياك؟ كنلقى الفطور موجود بلاتي. و8 وكتلقى الدراري يلاه مشاو للمدرسه ياك؟ كنلقاهم هما مشاو صافي مشاو هما يقراو هكاك. واخا سيدي الظهر 10 الظهر نقول 3 السوايع كنصلي الظهر عاوتاني نتغدى ونرجع نعس، ولا 4 السوايع كترجع تعاود واخا. وشنو هو الوقت اللي كتخلي مع الدراري ومعها هي مع المراه ديالك؟ من داك العصر الليل والعصر نهار الحد. فوقاش كتدخل؟ من 7 د العشيه في خدمتك؟ 7. يعني 6 خصك تحرك، يعني عندك مع الدراري 7 كاع ما توصلش 6 خصك تخرج. راه 7 خصك تلقاك في خدمتك، بمعنى انه يعني يلا شي سويعه وشي بركه. ويمكن مع المرات كاع الدراري شوف واش تشوفهم ولا ما تشوفهمش. شي مرات مازال ما خرجوش هما من المدرسه. انت خصك تدخل لنا 6، انت خصك تلقاك خارج ماشي تسناهم. فاش كنعرف النهار ديالي نيت انا كنتحكم فيه هو الحد. هذا هو اللي عندك. هذاك راه غادي نلقاهم الصباح هما وغادي نكون معاهم النهار كله.
هذا هو اللي كاين. ودي شنقول لك، حاول اجتهد اخا، تبدل بعدا السيمانه بالليل مع شي واحد، ولا في الخدمه كيفاش تدوي معاهم اخويا. لحقيتاش راه دوام الحال اخويا صعيب، راه الليل راه الدوام كيتقبل رخام. كاين السي مصطفى، شوف راه جربنا الليل وعشناه. اجتهد. هي ما السي مصطفى برا صعيب. صعيب اجتهد. وكتواجه شي حوايج شي مرات راه ماشي زعما نكذب عليك. ما الليل صعيب شويه، صعيب. لا صعيب يا اخي. واخا انا اسمح لي غادي تخليني مع الساده المستمعين وانت غتسمع لنا ونقدروا نشوفوا شنو غادي يقدروا، شنو هي الفكره ولا شنو هما الحوايج اللي غادي ينقلوا لنا الساده المستمعين. وانا معاك خويا مصطفى. الله يسر امورك اخويا. الله يكثر خيرك، بارك الله فيك. وعاودي الا بغيتي تعقب، مرحبا بك. ولا عاودي الا بغيتي تعقب علينا ولا بغيتي تقول شي حاجه غتواصل معنا وغتلقانا موجودين خويا معاك. الله يعطيك الخير السي مصطفى، الله يكثر خيرك. مرحبا سيدي، مرحبا عليك السي مصطفى. شكرا، بارك الله فيك. وحنا سلتنا مع كل الساده المستمعين وكل السيدات المستمعات الفضيلات على اثير اذاعه MFM. دابا هذا الاخ هذا مني كنسمعوا ليه، سمعنا ليه طبعا، وحنا كنعرفوا باللي هاد السيد في الاول كان يشكو حال هاد الزوجه ديالو اللي بالليل كتسهر مكناش مع الدراري. المهم بداو عنده بعض الاشارات على ان الزوجه ديالو يمكن تعيش شي عالم خاص ديالها، التليفون شي طراف الرباح اللي يسمع الاخوان اللي سمعوا راه غادي يكونوا عارفوا. التليفون المره الاولى الكود كذا جاب لها تليفون جديد، مش مابقاش وقعوا المشاكل شويه، حتى شي سيده تبين له بانه كدوات معاه بشي طريقه اللي هي خايبه، خدا النمره ديالها ولات كتقول له راه مراتك تتمشي تدير هذا الجروبات تصاور وكذا، اعطيني شي دليل حتى شي حاجه ما كاينه. كتقول لي انت اعطيني شي صوره ديالك في الواتساب الى عندك. هي كتسعى بين يعني وهي كتقول تتشعروا الزوجه ديالو، كتقول له هاد السيده راه كتهددني، كتقول لي يا ودي راه ما تلقايش الراحه مع اولادك، بمعنى ان هذا الخلاف كاين. ويمكن تكون تاع هذاك التواصل اللي بغى يتواصل معها بغات هي تستدرجو وتستغلو باش انها تاخذ منه شي حاجه اللي تزيد تكرفس بها على مراته وتزيد هي تعسف بها على هذه الاسره بشكل عام كاع. اذا هادشي باش قلنا له حنا مثلا هي تصويرته ما عندهاش دير تصويرته هي. اذا بمعنى ان هذا السيد ماذا ما عندوش لا اثبات، وهذه السيده ما مشهودش ليها بالورع ديالها والثقه، حتى هي مشهود لها باش مشهود لها اول حاجه بعدا تسمع منها، هو اول حاجه تسمع منها كلام نبي، واللي تسمع منه كلام نبي راه ما يمكن يكون الا قبيح. وقال لي هذا السيد انا غادي نتابعك ولا دير اش بينكم داكشي بيناتكم. لا بالعكس، انا انت شنو بين ماشي بيناتكم، هذه راه مراتك كتشري، راه خصك انت مراتك تحوط عليها وتحوز عليها وتدافع عليها، ماشي بيناتكم. امنك المفروض تحميها نتايا اشري. هذا واقع للاسف. واخا خليوني نسمع الافكار ديالكم ان شاء الله، ونسمعوا الاراء ديالكم ونسمعوا تفاعلاتكم من خلال ارتباطكم بنا في هذا اللقاء هذا اللي كنتواصلوا فيه. طبعا اللي يقدر يوصل لنا التفاعل ديالكم بشكل موجب. شكرا. إذاعة MFM في تغطية خاصة لمنافسة كأس إفريقيا 2023 كوت ديفوار توتال إنرجيز من 13 يناير ل 11 فبراير. نتلاقاو نهار الأحد مع 2 ديال العشية في تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الوطني المغربي وجمهورية الكونغو الديمقراطية على إذاعة MFM. نجوم الكان، عيشوا حماس الكرة الإفريقية مع توتال إنرجي كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023. واش في خبركم اللي في اغلبيه الستاسيونات كيتباعوا 2 انواع ديال الوقود العادي والوقود العالي الجوده، ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبه للوقود العادي. بغيتوا الوقود العالي الجوده بطبيعه الحال، ولكن بلا ما نخلصوا كثر، ايوا عليكم بوينكسو، الشركه الوحيده اللي ما كتبيع في الستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجوده بتكنولوجيا عاليه وفعاليه كبيره وبنفس ثمن الوقود العادي.
المازوت وليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينكسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم اكثر. ايوا موعدنا في جميع محطات وينكسو باش تعيشوا التجربه ديال وين بروتكت بلوس بلا ما تخلصوا اكثر. وينكسو كتعطيكم ديما اكثر. يا الله الحاج لا تقولني واز وحق ربها مكسنغ على داسينين يستنى الوقت والوس كايس غاية تحانوت مزين الا قيسي سمر الساعه نسيد البقاده 6 الصباح ولكن تم كريست لي داري لان ورو في خاص قول قلت ما تكاع الساعه هاد غير لي رخانينا اوردر بلا بليماك نكيني غاك غير تحانوت مزين ورقيس لا حتى 20 مترو وردهرين خدك كران دي بوم قورن انا وربي الاخبار ورتنتيويت ورتنين تفلت عن بليماك درسي سراقني الشركات مقورنين تينماسين تيتمزينين راه تغير اخي الحاج تقولني وغير تنصفرح ونيرا نسيسفيونو بكار وردا بلاني غير فالانو سول اللي كان غيكاد اميا سموس سين كراد صديز كراد زاد سموس نوض 0522 33 63 95 نغيك شمسي فال الانترنت اللي كان كراد www.plumac.com. دابا كنسمعوا البرنامج سمير والليل مع مصطفى الهردة على MFM. ياك القلبي للقوني سو يتهنى بيه وحلاوة العشرة سنين والود تجمعهم سوا لكن الود لا صار ما في الرملة تخوي المر مع الحلو ويليك يمكن يتخاوى ياك القلبي لكن الود لا صار ما في الرملة تخوي المر مع الحلو ويليك يمكن يتخوى ليه الحمد البر السيادي ما زلنا فيه والصدفة لاقتنا وتفارقنا دون عداوة على حالتي لا قلي لي بنهاري راكب دوامي نهاري ونعيش نهاري لا تسالني وطولها ساعات على حالتي لا قلي لي بنهاري راكب دوامة وداير 7 دخان وتبات شواقي تهاجم وتهيج ناري ونعيش نهاري لا تسالني طولها ساعات وغزالي نعم الله فين لا شايف ولا داري وانا كلي مشغول به مالكني روح ودات وغزالي نعم الله فين شايف ولا داري لا شايف ولا داري وانا كلي مشغول به
مالكني روح ودات مالكني روح ودات ليه الحمد البر سيادي ما زلنا فيه والصدفة لاقتنا وتفارقنا دون عداوة علاش معذب روحي وغادي ما عارف لين والحيرة والغيرة إلا تحامى والقلب يدور لا أنا قدامي لاقي خيالي يعمر العين لا أنا وحداني راضي بلا مقدر والمكتوب علاش معذب روحي وغادي ما عارف لين والحيرة والغيرة إلا تحامى والقلب يدور لا أنا قدامي لاقي خيالي يعمر العين لا أنا وحداني راضي بلا مقدر والمكتوب اليوم يجي غدا يجي نقول تأني زين اليوم يجي غدا يجي قلت أني زين لكن الله صبر أيوب الله أغنية جميلة. شكرا سي عبد العزيز كرومي على انتقاء هذه الأغنية هذه اللي تذكرني بهذا الرجل سي محمد الغاوي الله يرحمه. هذا الرجل كان يتمتع بواحد الصفاء وبواحد الأخوة كبيرة. سي محمد الغاوي هو واحد من، بالإضافة إلى كون أن روحه الفنية فهو أخ لكل الفنانين وأخ لكل الناس حتى الصحفيين وشخصيا كان رجع لبعض الرسائل الجميلة اللي كان كيبعثها لنا في إذاعة أم السي محمد الغاوي. وعلاش أكدت أنه حاولت نغني هذه الأغنية هذه كان كيعجبوه ندوزو للأغاني ديالو. هذه الأغنية سميتها حلاوة العشرة. الله يرحم السي محمد الغاوي مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله. كان قال الإخوان ديالنا كان قال الإخوان ديالنا ياك صافي تنتلاقى هذا السي المدير العام كدوزوش لي ومع ذلك عاد تدوز شي أغنية تفرح تيقولها بدي يعني كيقولها على سبيل النكته مسكين. وعارف بانه احنا راه مرتبطين بالاذاعه وبالاغاني ديالو لانه عنده اغاني حلوه واللي كيستحق شي حاجه كيديها. هادشي اللي عطى الله هو هذا. انما كما قلت لكم هذا الرجل كان عنده هذا روح النكته وروح الدعابه وكان مرتبطا بالاذاعه اشد ما ارتباط يعني الرجل السي محمد الغاوي الله يرحمه. ولكن كما قلت لكم شنو قال لنا نقولوا لكن تأني زينه تأني هو اللي خصو يكون عند هذا السيد هذا اللي كان كيتكلم معنا. وسمعنا لهذه الأغنية لأنه درناها لعلها تجيب بالنسبة لنا ياك السي عبد العزيز كرومي في الإشراف على إخراج لعلها بالنسبة لنا كأسرة البرنامج إجابة منا لهذا الرجل هذا وإحنا جاوبنا. وتا هو كما كنقولوا كاين اللي لا قايل لي بنا مالي على حالتي ياك في الأغنية ديال السي محمد الغاوي تيقول لك مالي على حالتي لا قايل لي بنهاري الله وتا بحالو دابا هو نيت مسكين ها هو ها ليلو خدام ها نهارو ما يقدش يشوف فيه في عين مراته. لا اله الا الله. لكن تأني زين كما قال السي محمد الغاوي. هذا الكلام بعدا بالاشاره ديال السي محمد علي الحداني الله يرحمه. الله يرحم هاد الناس ما كاين الله يرحم. والالحان ديال السي عبد القادر الراشدي طبعا الغناء ديال السي محمد الغاوي الله يرحمهم جميعا. وحنا
كنتواصلوا على اثير اذاعه ام اف ام في برنامج سمير الليل. من سيد الطيب السي محمد، مرحبا بك اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. السي مصطفى، تحياتي لك وتحياتي كبيره. الله يحفظك الله يحفظك. تنعزك وفي قلبي وتنتسنى دابا حنا في 24 عام تسمع لك. الله يحفظك سيدي تبارك الله. تنخدم انا في الليل وداك الشيء وتنصنت لك في التليفون. الله يحفظك. تحيا لك بزاف، انت دكتور نفساني. الله يبارك فيك. اخرق من الرجيجات. الله يحفظك سيدي. الاذاعه المحبوبه، وتنشكر الاخ العزيز اللي معك. الله يبارك فيك. انا تندخل في السي مصطفى. نعم. انا تنترجاك تنترجى الله لا تديرش هضره الناس. السي مصطفى هذا حذاري سير جيب ديك المراه ديالك وتعشر مع مراتك، وراه كاينه العداله. هذيك السيده توقفها على رجليها، ما تطردش بيك وتشتت وليداتك. السي مصطفى اذا كنتي تسمعني السي مصطفى، تسمعني السي مصطفى؟ انا كنسمعك انايا. الله يهديه السي مصطفى، انا كنترجاه الله وتنترجاه هو يمشي يجيب مراته، يمشي يرجع ديك الوليه. راه قال شي كلام زوين فيها هذيك الوليه. انا ميقن بيني وبين نفسي والله، وهذه الليله وراه نستقبلوا ان شاء الله سيدنا شعبان وسنا هذيك المراه راه صافيه، وراه داخلي ديك السيده باش تشتتها. انا باش ترجيت باش تصنت باش قالت لي تعطيني التصويره ديالك في الواتساب. وخليني نسمع السي محمد. دابا انت استفدت من الفكره ديالك واستوعبتها. واحد شويه السي مصطفى. مرحبا. هذيك تما فاش عرفت هذيك السيده راه بغات تفركت ليه العش. هو اذا زيه بخير السي مصطفى في هذا الليل باش يجمع وليداته ويجمع مراته ويدخل العداله مع هذيك السيده، وراه غتبان الحقيقه. تبارك الله عليك. الله يحفظك سيدي. شكرا بزاف، والتحيه ليك والتحيه لوليداتك. بارك الله فيك سيدي. والله ينصرك لينا. الله يحفظك سيدي بارك الله فيك. السي عبد الغني من الحاجب. عبد الغني، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. السي مصطفى بخير. الله يبارك فيك. الله كنحييك وكنحيي الطاقم التقني اللي معك. الله يحفظك السي عبد الغني. الله يسهل عليك. على هذا السيد هذا اللي كنهضر دابا، اللي هضرتي معاه دابا. واش سمعتيه البارح ولا ما سمعتي غير هذه الليله هذه؟ سمعته من البارح واليوم وكملت معاه. واخا في الماتش ديال الكره غير باش هي واخا. هاد السيد هذا راه ما عنده حتى شي دليل على هذا الشيء هذا. بعدا اول حاجه هاد السيده هذه غير بغات تدلع لهم الدار نتاعهم تفرقوا مع ولادو. والحمد لله حيت قالت له عطيني التصويره وما عطاها لهاش، كانت غادي تخلي لهم واحد السيركوي في الدار. كانت غتضحك عليهم. ونتمنى من الله يردوا ولادو لعندو. هذا الشيء هذا راه غير مشكل. هاد المشاكل هذا كاين اللي ما بغاش يجمع الدار نتاعو مع الخدمه نتاعو اللي ما كت. اول حاجه كاين السيد كيخدم بالليل وما كيدير حتى الصباح، يعني راه حتى المراه يعني كتسهر والدراري الصغار، ويعني ما كاينش اللي غادي يعطيه وقتها، ما كاين بزاف د المشاكل تما. حتى الخدمه نتاعو راه تخلي له مشكل. هو دابا ولادو ما كيشوفهمش، يعني كيخرج قال لك قبل 6 ولادو كيخرجوا مع 6 راه يروح العوان. ونتمنوا له الخير ان شاء الله، يرجع لولادو ويردوا ولادو كما كان. يعني داكشي كاين شحال من واحد يدلعوا الشياطين دارو. شكرا لك سيدي سي عبد الغني. الله يبارك فيك وكيعجبنا البرنامج. شحال هذه وانت تسمعنا دابا نتايا؟ راه مده 3 سنين هذه، وراه شي يومين هذه اللي دخلت معاك وانا عاود راني متبعك ديما. سي عبد الغني شكرا جزيلا لك سيدي. الله يبارك فيك وعجبني البرنامج ديالك. الله يحفظك سيدي بارك الله فيك. شكرا بزاف على التواصل ديالك، وحنا ارتباطنا بكل الساده المستمعين. السي ابراهيم من مراكش، مرحبا بك. انقطعت مكالمه السي ابراهيم، ولكن حبل الوصال مع الساده المستمعين هو موصول. واخا شنو الافادات، شنو القيمه المضافه اللي يمكن تعطيوها نتوما كمستمعين ديالنا وكاخوه السي مصطفى اللي موعدنا انه يكون في الاستماع، وطبعا احنا غنخليو ليه جميع الظروف. والله يرحم لوالدينا السي مصطفى. واخا كاين ميساجات تاعهم في الواتساب نقراوهم. 06 2040 04. الله يرحم الوالدين. السلام عليكم السي مصطفى، انا لبنى من مراكش. بغيت نقول وندخل في هذه القضيه ديال السي مصطفى، بغيت نقول ليه راه ظلمها لانه ما عندوش الحجه الدامغه باش يتهمها. راه خاص الدليل القاطع باش يوصل لهذا القرار.
اما دابا جاني يظلمها وما عندوش دليل عليها، اذا خصو يرجع مراته وينسى ويعيش حياته مزيان، لان بعد الظن اثم. شكرا لك تانتي اختي لبنى، شكرا لك اختي على التواصل ديالك. واخا يمكن لكم تعيطوا لنا ولا تصيفطوا لنا كاع رسائلكم، هي الصوتيه كانت ولا المكتوبه، غير اللي غيصيفط لنا عافاكم رساله صوتيه الله يرحم الوالدين يعطيها لينا، يكون الراديو ديالو مخفوض باش نقدروا نسمعوها مزيان، والتقطوها في 06 2040 04 على اثير اذاعه ام اف ام طبعا عبر الواتساب. واخا نرجعوا نستأنفوا التواصلات ديالنا مع الساده المستمعين حتى اللي تيعيطوا لنا في الارقام الهاتفيه 0522 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. السي محمد من تاونات. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. سي مصطفى لاباس عليك؟ كنت بخير؟ الله يبارك فيك. لاباس. مرحبا سي محمد اخويا. وسيدي الله يعاونكم على هذه المواصلات وهذا الصوت اللي كنعملوا. الله يحفظك. بخير ما نقول له كلمه واحده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يا سيدي. انا اقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لازمه لامتي: الظن والحسد والطيره. ومن هنا الظن. ولكن كفر الظن قال اذا ظننت فلا تتحقق. فاذا ظننت فلا تتحقق. الانسان هذا يحذر الظن ولا سيما في الاسره. خصو تيتحقق هذا يمكن له ينطرح. اما هو يرجع لمرته ولا كان شي غلط مثلا شيطاني ما كان مشكل مع نفساني وهذاك ورجع لمرته بلا ما يتبع النساء واجبه. هذا ما نقول. شكرا. تبارك الله عليك سي محمد، شكرا لك اخويا. دابا هذا السيد هذا حتى الا كان كاع شي خطا مثلا، راه الخطا فيه درجات ويشوف واش كيقدر يتعالج ولا ما ترجعش لهذا الغلط. راه كاين اخطاء كاينه اللي صعيبه وعلى حسب التقبل ديالو للخطا، ولكن خصو يكون بعدا شاف بعدا الخطا كبير وكان ولا صغير، خصو يكون بعدا شافو بعدا باش غير بعدا يتثبت منه يعرفوا باللي راه غلط، وديك الساعات له القدره يا يغفر يا ما يغفرش، يا يسامح يا ما يسامحش. ولكن في هذه الحاله هذه ما عنده الحق لا يسامح ولا ما يسامحش. علاش؟ لانه ما كاين والو في الاصل. هذا ما كان. وانا في نظري في هذه الحاله خصو يصلح راسو بعدا، خصو يكون مصالح مع راسو. لالا امينه لاباس عليك؟ السلام عليكم السي مصطفى. وعليك السلام لالا امينه. الله يحفظك اخويا، الله يسهل عليك اخويا، الله يبارك فيك، يوسع عليك الخاطر ان شاء الله باش تسلك كل شيء. الحمد لله. الله يحفظك لالا امينه. بغيت نقول لك اخويا على هذا السيد دابا انا تيبان ليا بحال الانسان باك واقف واش انا مرتي وبغيت نشك فيها بعدا بتكون عندي واحد الثقه فيها كثيره. ما خصنيش انا دغيا على دابا حنا العيالات اخويا السي مصطفى تيظلوا يقولوا لنا على الجنه وما نقدروش دغيا نحكموا عليهم. ما تقدرش دغيا تحكم على راجلك دغيا، تخصي تتبع وداك الشيء وبعد خاطر كاع تشوفوا تتسامحوا بعد خاطر كاع شحال المشاكل بلا بدي تبقى جامع الشمل وهو ما كاين والو وكبر الموضوع وبقى ما خصوش يدخل داك الشيء دماغه نهائيا. تكون عنده واحد الثقه تامه في مرته بعدا اولا خصو يدافع عليها. واش ما كيبانلكش بان خص تكون عنده ثقه تامه في نفسه بعدا بانه عنده اذا ساكنه معك في دارك وقاعده وجامعه لك وليداتك وشتي بالنسبه للتليفون تتصرى دابا كلشي ولا تيصرف التليفون السي مصطفى. ما بقى كاع شي اللي ما تيصرف التليفون ماشي هذاك هو المشكل. راه الانسان راه البطل راه صعيب بس مصطفى. دابا راه الناس راه ولا فيهم واحد الحسد ما كيتصورش. يديها في مرتو وين شو خصو يحيد الشك منه بصفه نهائيا. حيت لا بقى تيعيش بالشك ما غاديش يعيش مرتاح كاع. ما ينتبع لا شوف السي مصطفى ما نتبع محكمه ما نتبع حتى شي حاجه. نصلي نطلب الله يثبتني ونديها في مرتي صافي. دغيا قالوا لك جوج كلمات دغيا دوروك دغيا تخوضوا لك دماغك راه ما يمكنش السي مصطفى. لا ما يمكنش. السي مصطفى راه المراه كاع تلقى راجلها وتمشي تخرجوا من المحكمه وتتسامح ليه. كان كاين كونوا واقعيين السي مصطفى. كاين هادشي كاين. انا داكشي باش قلت لك قبيله داكشي باش قلت لك ولا تيكون بعد الخطا وشوف تشوف حيت كل واحد عندنا درجه تقبل الخطا.
كاين اللي كيقدر يغفر في الصغيره، كاين اللي واخا كبيره كاع ويقدر يسامح، ولكن بما انه ما كاينش كاع الغلط دابا. مصطفى اللي ستر اللي ستر خويا المسلم شحال كيستروا الله مثلا كاع. راه حنا كنا خطائين السي مصطفى، حنا كنا تنخطئوا. الله يتجاوز عليك السي مصطفى، الله يحفظك. لا شحال هادي وانت تسمعينا دابا؟ لا امين انت دائما تنهضر معك السي مصطفى، هذيك داك السي مصطفى الله يحفظك. ودابا راه تنبقاو الحمد لله بالليل متواصلين مع الناس ومع الاستاذ سي عبد الرحمن بوكيلي حتى هو قبل الفجر. بوكيلي تبارك الله عليك. وتكون علينا نهار الجمعه. الله يحفظك السي مصطفى. الله يحفظك لاله امينه، بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. لا بارك الله فيك. ترقبوا ان شاء الله الاحلى والاغلى ان شاء الله الاجمل على اثير اذاعه ام اف ام فيما يستقبل ان شاء الله. نبقاو في مراكش ياك سيدي السي عبد الرحمن، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي. مصطفى كيدير بخير؟ نعم الله يبارك فيك اسي عبد الرحمن. نشكركم على هذا البرنامج هذا. الله يحفظك اسيدي، بارك الله فيك. الله يا سيدي الا كنقصروا معكم مزيان. انا حارس ليلي نيت. يا سيدي مرحبا بكل الحراس الليليين الشريف. بارك الله فيك. بغيت ندخل على هذا التدخل ديال هذا السي مصطفى هذا. بالنسبه لي هو دابا هذا السي مصطفى هذا غادي نعطيها واحد الايه من القران ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تفاجئ عليه كل شيء. يا ايها الذين امنوا اذا جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا وصاب هذا با ولا هي دابا جاهل دابا هي جهلات عليه كاع. ملي كنصيفط له دابا الميساجات كتقول لي جمعه مباركه وكذا كيصيفط له هو اشياء تيقول لها تيعاود يأثر عليها تيقول لها وين حسبنا الله غافل عنا. خصوش يدير شي السيد هذا، وكنتمنى من الله يرد القلب ديالو يرد العقل ديالو ويمشي يرد وليداتو. وهذا الشيء اللي بغيت نقول للسي مصطفى وشكرا بزاف. ما شاء الله. غادي نبقاو نيت في مراكش كيبان ليا. الاخت حنان مرحبا بك. الله يبارك فيك السي مصطفى. مرحبا لاله حنان. سي مصطفى انا كنت كنصنت لك تقريبا من 2010 بحال هكاك مع الوالده الله يرحمها. الله يشملها برحمه الله الواسعه يا ربي. اللهم امين. شكرا. بغيت غير ندير على هذا السيد هذا السي مصطفى ياك اللي فصل. بغيت تقول لي اولا واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش. دابا حنا كنت انا وراجلي في الطريق وكنصوتوا ليستواغ ديالو. اولا هذيك السيده علاش غادي يطول معاها في الهضره في الواتساب؟ كاينه نورمالمون واحد السيده غريبه ما كتعرفك ما خصكش اصلا تطول معاها حتى السلام. يعني غادي تهضر معاك خاصك تبلوكي النمره ديالها. جيسبر انه يكون كيسمع النصيحه ديالي، ولكن المره الجايه اي واحد هضر معاك في الواتساب خاصك ضروري انك ما تجاوبوش، تبلوكي النمره هذاك الساعه. هذا الشيء ما يخلق لك الشك وما يخلق لك حتى المشاكل لا في عائلتك ولا مع مرتك. وكنتمنى ان شاء الله انه هذا السيد هذا يخوي من راسو الشك والوسواس، لحقاش هذا الشيء راه كيخرب العائلات. وتنتمنى حتى المراه ديالو الى من بعد تصالحوا داك الشيء تحاول انها تنقص شويه من التليفون، لحقاش بزاف ديال وسائل التواصل راه خرج على بزاف تاع العائلات بزاف ديال الاسر. وخصوصا داكشي اللي قلتي قبيله سي مصطفى ديال وكنبه العائله. هو شنو اللي قلت بعدا باش نعرف؟ السيده ديال انه كتبقى تصنت دوك الجروبات ودوك العيالات اللي كيبقاو انهم يقولوا خاصك راجلك ما باقيش تديها فيه باش هذا الشيء راه كيخرج على المراه، وخصوصا العيالات اللي كيكونوا جالسين في الدار وكيكونوا خصوصا نقص شويه تاع الوعي كيأثر عليهم. يعني خاص داك الشيء ما يعمرش لهم راسهم. نعم لاله. الله يعطيك الخير اختي حنان، وتحياتنا للزوج ديالك لاله. الله يبارك فيك مصطفى. وحده هي كيسلم عليكم. سلم عليه الخير. الله يحفظك اسيدي، بارك الله فيك. الله يعطيك الخير اسيدي، بارك الله فيك. مرحبا. الله يوصلكم على خير ان شاء الله تعالى. الله يوصلكم على خير. تبارك الله عليكم. وحنا دائما في صله بكل الساده المستمعين. تبارك الله المستمعين ديالنا من مراكش كثار تبارك الله. لاله نوره مرحبا. معليش انقطعت مكالمة الأخت نورة، ولكن حبل الوصال والود مع كل السادة المستمعين هو موصول ضمن هذه الفترة هذه المباشرة